يسعد اوقاتكم يا رب، وان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو راح فرجيكم المشتريات اللي اشتريتها لرمضان، وراح زين البيت معكم. راح تشوفوا البيت كيف تجهز لشهر رمضان المبارك. ولقبل رمضان بيوم، يعني هذا اليوم لساني عم جهز مفرزنات وجهز شغلات كتير للطلبيات ولرمضان. فتابعوا معي الفيديو للأخير وحطوا لي لايك قبل ما نبلش. طبعا بلشت نهاري الصبح بفنجان القهوة. هذا آخر فنجان قهوة الصبح قبل رمضان، فيعني هيك شربته بكل متعة لأنه يعتبر آخر فنجان قهوة الصبح. بعدين قمت على المطبخ، جهزت عجينة شش برك، لأنه بإذن الله أول يوم رمضان رح يكون الإفطار شش برك مع أكلة تانية يعني. فجهزت الشش برك وحطيته بالفريزر. فلتحضير عجينة الشش برك ضفت كاستين طحين ورشة ملح، وضفت عليهم شوية زيت. بعدين بلشت ضيف لهم المي وأعجنهم لحتى تشكلت عندي عجينة طرية وما بتلزق. ريحتها تقريبا 10 دقايق، بعدين بلشت اشتغل فيها. هلأ الشش برك أنا بحسه كتير سهل، لأنه بمد العجينة مدة واحدة وبقطعها دوائر، بعدين ببلش شكلها. فمثل ما قلت لكم يعني عم جهز الشش برك لإفطار أول يوم رمضان. نحن دائما أول يوم رمضان هاي العادة عند السوريين أغلبهم إنه ببيضوها، بيعملوا أكلة لبن. فأنا كنت محتارة أنه أكلة لبن إنه بدي أعملها أول يوم رمضان، فقررت بالأخير إنه شش برك، واحتمال إني أضيف معه كبة فيصير الباشا وعساكره، وبدي أعمل جنبه أكلة تانية، لأنه مثل العادة أول يوم رمضان بيكونوا أولاد حماية موجودين معنا على الإفطار. فهي العادة كتير بحبها، إنه منكون نحن كعائلة هون بالغربة ملتمين كلياتنا على سفرة الإفطار. فجهزت الشش برك كله وحطيته بالفريزر. فتاني يوم يعني أول يوم رمضان رح أغلي اللبن، وبس يغلي اللبن بسقط عليه الشش برك، حتى لو كان بجمد بسقطه فوق اللبن فورا. يعني هيك بكون سهلت على حالي يعني، واختصرت شغل بالمطبخ. والحمد لله انه اول يوم رمضان رح يكون نهار سبت، فرح يكون عطلة يعني ما في مدارس. انا مبسوطة مشان الاولاد لانه صايمين، فلحتى هيك ياخد جسمهم على الصيام اول كم يوم بيكون عطلة سبت واحد، لحتى ما يتعبوا يعني بالدوام بالمدرسة. وخصوصا انه عندي حمودة وجولة دوامهم مسائي، يعني بيأذن المغرب وهن بالمدرسة. هلأ هون كمان جهزت رولات مسخن كمان، منه للطلبات ومنه لإلي يعني برمضان. فجهزتهم لفيتهم بعجينة اليوفكا وحطيتهم بالفريزر لحتى يتفرزوا. هلا هيك المسخن بعد ما خلصته يعني مثل ما كنتم شايفين هيك صاففته بصينية، تحته نايلون، بين الطبقات كمان نايلون. أنا صرت عاملة كمية كتير كبيرة مسخن وموجودة بالفريزر، وعم زيد عليهم لأنه كله بيلزمني برمضان للطلبات. وكمان كنت مجهزة عجينة معمول أو كليجة بالتمر يعني، اللي هي عجينة المعمول بس بيكون مع بهارات، فهي كليجة بالتمر كمان عملتها. هاي كانت جوزي بده ياخد هدية لرفيقه، كليجة بالتمر، فعملت كمية يعني، منه تركت منها للبيت ومنه أخذ منها هدية لصاحبه. فالكليجة بالتمر كتير كتير طيبة. وأنا كمان سبق ومشاركة معكم الوصفة عندي على القناة، فرح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. فيكم تعملوها يعني بنص رمضان، وفيكم تعملوها على العيد. هلأ إن شاء الله أنا رح أرجع أعمل معكم وصفة المعمول مثل كل سنة، يعني رح أرجع أعيد وصفة المعمول معكم ووصفة الكليجة. فسبحان الله يعني قبل رمضان بيوم بتحسوه إنه يوم كتير حافل بالشغل وحافل بالنشاطات، وبتحسوا إنه يعني إنه خلص يعني ما عاد تلحقوا، رح يجي رمضان وما عاد تلحقوا. حتى بصيروا تقولوا إنه يا ريت ما يسبتوا الهلال، يعني يا ريت ما يسبتوا رمضان ويأجلوا يوم بس لحتى نلحق الشغل اللي علينا. فأنا يعني كان كل نهاري ركض بين تنظيف البيت وبين تجهيز لسه أغراض للطلبات وللتفريز. هلأ هون بدي فرجيكم الشغلات اللي جبتها لرمضان، يعني شغلات خفيفة ما كترت كتير، لأنه أنا عندي كتير كتير أزاز وعندي كتير أغراض، فماني حابة زيد على اللي عندي. خصوصا إنه ما عندي فضا، يعني لو عندي فضا كنت جبت بس ما عندي فضا بالمطبخ خالص. فليكوا هدول الفناجين كتير حلوين، اجوني هدية هدول لكن بدون صحون تحتهم. فأنا اشتريت لهم هيك صحون خشب طبقتهم عليهم، الفنجان مكتوب عليه مكة وكتير حلو، وعلى الصحن الخشب طلع طقم، يعني طلعوا كتير كتير حلوين.
وهدول فناجين القهوة المرة أو القهوة الشقرة، فنحن مو موجود عنا هون بأذربيجان هدول الفناجين، فوصيت عليهم توصاية من قطر ليكون ما أحلاهم، فيهم هيك عروق ورد وخط ذهبي كتير حلوين. أنا عندي طرامس فخار صايرين أبيض وذهبي، فحسيتهم هيك كتير بيلبقوا عليهم. وهدول الزبادي أو الصحون الصغيرة يعني كتير بينفعوا للسحور، وبينفعوا لأكلات حلو، لشغلات باردة، حتى للمكسرات. فجبت هذا نص دزينة 6 قطع، يعني قلت بستخدمهم على السحور للحواضر. هلأ هاي جبتها هيك لحطها على السفرة أو على الطاولة عند القهوة والترامس، اكتب عليها مثلا رمضان كريم أو أهلا وسهلا، يعني كتب عليها بالطبشور، فهيك حبيتها يعني. هلأ هدول فوط مطبخ أو يعني قطع قماش، فبنستخدمهم بالمطبخ إما للقطايف وقت صب القطايف، أو لتغطاية الأكل، أو لتغطاية طنجرة الرز يعني. فجبت هيك تنتين، أنا عندي من أول وجبت تنتين بيلزموني كمان. هدول مجموعة الصحون مع أغطيتهم، هن فخار والأغطية خشب والصينية تحتهم خشب، هيك للسحور إنه الواحد بيحط فيهم الحواضر وبيغطيهم، وفيكم تحطوهم بالبراد هيك مثل ما هن، وكل يوم بس على السحور تطالعوهم وتزيدوا عليهم إذا فيهم نقص يعني. كتير حلوين، حتى بينفعوا كتير للتمر والمكسرات، يعني هيك المسويات قعدة المساء. هلأ هاي جبتها للتمر إلى غطا، يعني عشان يضل التمر مغطى، ما يجي عليه شي غبرة أو أي شي تطاير شعرة أو شي تجي عليه. فبحطه هيك على الطاولة جنب الترامس وفناجين القهوة، وبحط فيه تمر. بس بتعرفوا كتير ندمانة إني ما جبت أكتر من وحدة، لأنه أنا عندي تقريبا يعني نوعين أو 3 أنواع تمر بحطهم على السفرة، فإنه كان بدي أكتر من وحدة. فناوية أول يوم رمضان جيب لي وحدة تانية، يعني بما أنه المحل تحت بيتي فورا. يعني شوفوا لي هالقطعة، أنا كتير كتير حبيتها، يعني أول ما شفتها بالمحل طار عقلي فيها. هو بريق شاي لكن فخار، والنقشات اللي عليه كتير كتير حلوة وألوانه حلوة. أنا عندي طقم كاسات شاي صحون فخار وفي عليهم نقشات بالأزرق، فحسيت إنه هذا الطقم بيلبق، عفوا هذا البريق بيلبق على طقم الكاسات اللي عندي، فجبته. كتير كتير حبيته، يعني حسيت هيك حتى النقشات اللي فيه نقشات عربية. أما هدول يعني كاسات عصير هيك محجرين، عندي نقص لأنه بكاسات العصير فبيلزموا إما للمي أو للعصير على السفرة، فجبت دزينة كاملة 12 قطعة. هلا بالنسبة لزينة رمضان أنا ما جبت لأنه عندي زينة كتير، فجبت بس هدول القطعتين هيك بينحطوا إما على طاولة السفرة أو على طاولة التلفزيون، أو مثلا عند القهوة والشاي، هيك وحدة على شكل هلال وبقلبه جامع، وحدة هلال وبقلبها هيك مصحف والقاعدة تبعه وفيهم ضوء. كتير حبيتهم يعني، وأخذتهم بسعر كتير رخيص يعني. وهي حسيت حالي أهم قطعة جبتها لرمضان اللي هي الخلاط أو البلندر، لأنه اللي عندي احترق وكتير بيلزمني للشوربات أو لصلصات البشاميل أو لصلصات تانية، له استخدامات كتير. فحسيت إنه هاي أكتر قطعة مستفيدة منها أو جايبتها ورح تنفعني برمضان. هلأ هون هذا غطا للطاولة، جبته لطاولة السفرة، لونه أبيض لكن هذا القماش كتير منيح، يعني إذا نقط عليه أكل أو صلصات أو أي شيء ففورا بينضف بالغسيل وما بيبقى عليه. أنا كان عندي مثله وحرقوا لي هدول الأصابع اللي بيحطوهم بأعياد الميلاد وبيطالعوا هيك شرارات، فحرقوا لي إياه فيه. فرجعت جبت واحد تاني وحجمه كبير، يعني بيناسب كتير لطاولتي. هدول محارم للطاولة كمان، عليهم هيك مكتوب رمضان كريم، رمضان مبارك، ويعني هيك رسمات رمضان، يعني بتعرفوا حركات رمضان. هلأ نحن هون كتير كتير قليل لتلاقوا زينة أو شي بخص رمضان، لكن سنة عن سنة عم يفرق، يعني سنة عن سنة عم تزيد الشغلات. هلأ هون فردنا الزينة وبلشنا نشتغل أنا وزوجي بتجهيز الزينة، وهو عم يجهز كان حبال الأضوية ويوصل ويعلقن على البرادي، وأنا كنت شي عم نظف وشي عم لملم. فهو بعد ما خلص هيك حبال الأضوية عملت تنظيف للبيت، لكن ما صورت لكم شيء يعني لحتى ما أخذ وقت طويل بالتنظيف. فعملت هيك تنظيفة واسعة شاملة للبيت، مسح غباير أراضي، وبلشت أفرد الزينة بالبيت، لكن ما فردتها كلها يعني، بس إنه هيك يعني أخذت تصور عليها إنه كل قطعة وين لازم تنحط. بعدين طلعنا لحتى نأمن كمان على أغراض رمضان لأنه عم تتلج، وأول يوم رمضان حاطين بالأرصاد الجوية إنه رح يكون في تلج ورح يكون الجو كتير بارد، فما خرج طلع من البيت.
فطلعنا جبنا شو ناقصنا نواقص هيك يعني شغلات خفيفة لرمضان. هلا أنا ما بكتر، ما بجيب مونة، ما بمون كتير بالبيت، لأنه أنا الحمد لله كل شيء حوالين بيتي وكله قريب علي، ما في مسافات وما في مشي كتير وما في تعب إني يجيب أغراض للبيت. يعني في سوبر ماركت تحت بيتي فورا تحت البناية، وكل هاي المحلات تبعيت البهارات، البزورات، البقوليات هيك كلها قريبة علي يعني، فما بحتاج إني بعد من المنطقة، وما بحتاج إني مون وحط عندي كميات كتير كبيرة بالبيت. لكن جهزنا يعني لأفطار أول يوم ولسحور أول يوم يعني أو أول كم يوم، فجبنا شوية هيك حواضر، جبنا رز، شغلات يعني لأفطار أول يوم. هلأ هيك بعد ما رجعنا على البيت وخلصت تفريغ الأغراض اللي جبناها وضبطبتها وتجهيز كل شيء، خلصنا زينة البيت، وهون حسيت إنه هلأ نحن صرنا جاهزين لنستقبل رمضان. شو بنبسط لما هيك بتنفرد الزينة، وحتى الأولاد طاير عقلهم. يعني أنا لأنه بكتير مناسبات يعني موجودة هون بالبلد ما بحتفل فيها وما بزين، يعني بحتفل بس بمناسباتنا الدينية نحن، رمضان وأعيادنا عيد الفطر وعيد الأضحى، فالولاد بيستنوا الزينة من السنة للسنة. فشوفوا ما شاء الله، يعني رغم انه هيك شيء بسيط وزينة بسيطة وما حبيت كتر واعجاء الدنيا يعني، لكن بترتاحوا هيك، بتحسوا انه خلص نحن صرنا جاهزين لاستقبال الشهر الكريم. إن شاء الله الله هيك يعيدوا علينا سنين عديدة وأعوام مديدة، ونحن بصحة وعافية، ويعيننا فيه على الصيام والقيام ويتقبل طاعتنا. هلأ هذا الفانوس الكبير هذا زوجي كان عامله من الكرتون، فكمان حطيته، يعني هو هديك السنة عمله، حطيته وركب لي حبال الأضوية، يسلم إيديه يا رب، زبط لي إياهم كلهم ووصل لي الكهرباء عليهم. فأنا كنت عم بستناه لحتى هو يفضى لحتى يعمل لي كل هاي الشغلات، وأنا هيك عملت ترتيبة يعني للبيت ورتبت الزينة. فشاركوني رأيكم بالتعليقات كيف شفتوا البيت بعد ما هيك تزين بزينة رمضان. وهيك والله بس حبيت إنه شارك معكم هذا الفيديو وفرجيكم الشغلات اللي جبتها لرمضان والبيت بعد ما تزين. فإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا. ما تنسوا تحطوا لي لايك على الفيديو، واستنوني بفيديوهات جديدة برمضان. رح شارك معكم روتيناتي ويومياتي ووصفات الأكل اللي رح حضرها. وشكرا كتير لمتابعتكم.